دلوقتي قدام جامع محمد علي، قلنا اللي ابتدى يبنيه في سنة 1830. الجامع له 5 ابواب. خلينا في الباب ده اللي بره. الباب ده هو كاتب بقى عليه ايه؟ كاتب عليه هنا نص يا جماعة: مبان إذا أمعنت فيها مؤرخا. مبان إذا أمعنت فيها مؤرخا، نظرت بتمعن يعني وانت بتأرخ، تريك علي قدر العزيز محمدي. كلام واضح؟ الكلام ده ماشي على نفس الوزن والقافيه بتاع الكلام اللي قبله ولا لا؟ هنا المجدد اهو محمدي، صح؟ المخلدي، ها؟ ماشي على نفس الوزن والقافيه، مدي معنى ولا لا؟ مبان اذا امعنت فيها مؤرخا تريك علي قدر العزيز محمدي. مين العزيز محمدي؟ اللي هو محمد علي. هنا بقى ده اسمه التاريخ بحساب الجمل يا شباب. هنا اسمه التاريخ بحساب الجمل. يعني ايه التاريخ بحساب الجمل؟ الكلمة اللي بعد كلمة مؤرخا دي ممكن تبقى مؤرخا، ممكن تبقى يؤرخه، ممكن تبقى أرخه، ممكن تبقى أرخاني. المهم ان احنا نلاقي المصدر ايه؟ تاريخ او أرخة، لأن الكلمة دي بتختلف. ممكن تبقى هنا في الشطر الثاني، ممكن تبقى تاني كلمة في الشطر الأول. المهم احنا يهمنا أول ما نلاقي الجملة دي ناخد الكلام اللي بعدها. بصوا هو الأول بقى الكلام اللي بعدها ده هو بيشكل الكلام اللي هو تريك علي قدر العزيز محمدي، ده التاريخ اصلا. دي كلمه، هو ما زالك بنقول التاريخ بحساب الجمل. بصوا هنا الجدول ده اللي هو ابجد هوز حطي كلم صعفص كرشت ثخز ضغزغ، دول ال 28 حرف بتوع العربي اللي هو الترتيب اللي احنا بنقول عليه الابجديه. مش احنا حتى لما نكون الامتحان يقول لك ايه السؤال الاول النقط الف ب ج د، مش الف باء تاء ساء، الف ب ج د اللي هي ايه؟ ابجد. يبقى الف بتساوي 1 ب بتساوي. الجدول بقى اللي قدامكم هنا اهو، كل حرف من ابجد هوس حطي كلم صعفص كرشت صخز ضزغ، كل حرف بيساوي رقم. الالف 1، الب 2، الجيم 3، الدال 4، صح؟ اللي هي 5، الواو 6، الزي 7، الحاء 8، الطاء 9، الياء 10. لما يوصل عند 10 الياء بعد كده اللي هي حطي، بعد كده كلم، الكاف هتبقى كام؟ مش 11 بقى 20 زي ما مكتوب قدامكم، صح؟ هو بقى بيعمل ايه؟ بيكتب الكلام ده اللي بعد كلمه مؤرخا، كلام ماشي على نفس الوزن والقافيه بتاع الكلام اللي قبل منه، وكلام يدي معنى. وهنشيل بقى، بصوا هنا هنشيل كل حرف من الكلام ده، كل حرف نشيله ونشوف الرقم قصاده كام في الجدول. هيديني كام؟ 1200. هي بصوا بقى، لو هي 1200 هنا و60 صح؟ ممكن تكون 65 وممكن تكون و60. لو هي 1260 هيبقى التاريخ بالميلادي 1844 بالميلادي. طب لو هي 1260 يا حكيم ماشي 1260. طب لو هي 1265 يبقى التاريخ بالميلادي 48 49 سنه مشتركه بين 48 49. لان هنا الرقم هنا عارفين اللي يعرفنا بقى دي 65 ولا 60 ايه؟ الحروف، الحسبه. فهمتوا؟ يعني شوف احنا شكينا اهو لان في رقم وقع، هي شفره، فهو اللي يعرفنا بقى هنا. ده الكلام هنا اهو. في ناس لما تيجي قبل كده كنت اجي في جولات مع ناس، اول ما اقول له تريك عليه قدر العزيز محمد الاقي الناس ايه؟ عليه الصلاه والسلام. يا عم مش ده، يا عم ده هو بيتكلم عن نفسه، مش النبي عليه الصلاه والسلام، مش النبي محمد. تريك عليه قدر العزيز محمد اللي هو مين؟ وشوفوا حتى اللفظ اللي هو خده، اللقب اللي خده، خد لقب الايه؟ العزيز على هو سيدنا يوسف. هو حتى كان بيحب دايما يحب الأبهة والمنجهة والحاجات دي. محمد علي مرة يقول لك عزيز مصر، مرة يقول لك مش عارف كده، يعني اللي هو حتى الخديوي اسماعيل نفسه كان عايز برضه ياخد العزيز دي، بس هو مدوا له الخديوية، قالوا له لا هندي لك حاجة تانية غير العزيز دي، فهو بيرجعه يعني لسيدنا يوسف يعني. طيب حاجة برضه تانية بنت كده دورات المياه، قلنا اتضافت أيام مين؟ أيام مين؟ الخديوي اسماعيل. وقلنا هنا في قبه فوق دورات المياه، وده حدث نادر يعني انك تلاقي دورات مياه وفوقها في قبه اهو. بس كده. في اي اسئله؟